والله يا فهد لو معنا مثل يعني ربع يعني بعض القصيدة كان ما نتمنى والله. ايوه بن خلف لا تباعد ساعة النيلة تفسيره انحاش لا يخفاك وارتاحل. حبل الظهر بالفلاح هذه بالفلاح بالفلاح يبيك توخذ تبي تناخذه حبل الفلاح قصيت الفلاح قصيت الفلاح ولا والله ما تزيد قاعد تتسب اي هندي تفوز والله باكثر من واحده لا حبل الفلاح اللي بالخطه ايوه هذا كان انتم انا ما انا اتمنى الباطل يقبل كلتنا مع الرئيس قلت الوالي تقول مع شيء والهطويل هذا وزين تري مرتاح مدلع عن سبيل ويلا ماش وشيء والبلاوي. ابويا بن خلف لا تباعد ساعة النيلة تفسيره انحاش لا يخفاك وارتاحي حبل الظهر بالفلاح واجف سيره وعن العصافير جبت الناس بصياحي والدود ما جود قام بجود تبهيره غير الصواليف من تصفيد الرياح لولا الله الواحد المعبود ما غيره ثم الحكومة تدلف كل الفلاح نشرب ونلبس وناكل خير من خيره وتسعى لنا غير ما نذكر بالإصلاح شرت بنا للعلا والمجد معسيره شرت بنا للعلا والمجد معسيره منها المكاين ومنها الأرباح البدو من فضلهم لحدوها للديرة قاموا بغرس النخل واشجار تفاح أول حفاة إرعاة مع مظاهيره ما بين مره صلاة الصبح ومتاحي واليوم راعى الغنم يبني مقاصيره وللجيب والجمس حق سبيل مفتاحي هو ما درى ما شرى لو جاه تسعيره من قش تاجر وقع في شلف ورماح يقوم تقص العلابي يلا الخيره راس القلم سمداب بناب وسلاح ينشد مجرب يقول بنص تعبيره من قيد القرش بالقرشين ذبح وانا صاد لولا الله ثم الحكومه ولا واحد يفلح والله اول ناخذ الصاع ب5 والريال ال10 20 ونكد حظ التاجر واليوم لله الحمد والشكر. هلا خير والعافيه.